قبل ما تشوف الفيديو ده اسمعني للآخر. السلام عليكم يا أجدع ناس، أنا معتز ودي قناتي موبايل برو بلس. الفيديو ده مش ترفيهي، مش مراجعة موبايل ولا ترند تافه. الفيديو ده عن حاجة بنواجهها كلنا كل يوم: الإنترنت المحدود في مصر. يعني ايه في 2025 ولسه بنحسب الجيجات؟ يعني ايه تليفونك متوصل بالواي فاي وتلاقي الفيديو بيقطع؟ يعني ايه تدفع 400 و500 جنيه وفي الاخر يدوك 140 جيجا ولما تخلص يقول لك اشحن تاني؟ احنا مش عايشين في دولة فقيرة، احنا عايشين في بلد صرفت 300 مليار جنيه على تطوير النت، ولسه الانترنت عندنا محدود وسيء واغلى من اي دولة حوالينا. طيب فين البنية التحتية اللي بيقولوا عليها؟ من 2018 ل 2024 وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلنوا إنهم صرفوا حوالي 300 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية. طب السؤال هنا فين التطوير؟ فين الفرق اللي حسينا بيه؟ هل النت لسه بيفصل؟ ليه لما يحصل عطل تقعد شهر وشهرين مستنين؟ يعني إيه يا جماعة صرفوا 300 مليار جنيه وفي الآخر تقول البنية التحتية لسه مش مستعدة؟ هو في دولة في العالم بتصرف 300 مليار ولسه ما عندهاش نت غير محدود؟ الامارات حولت شبكاتها كلها الفايبرز من سنتين. السعوديه عملت طفره في الانترنت في 3 سنين، واحنا بقينا بنسمع عن الكابلات البحريه اكتر ما بنشوف يوتيوب شغال على 720. طب الرد على حجج الحكومة: الحجة البنية التحتية بيقول لك أصل الشبكة مش مستحملة. طب ما هي مستحملة كاميرات الوزارة، السيستم بتاع البنوك، الأمن القومي، السيستم بتاع الامتحانات، وكل ده على نفس الشبكة. بس لما المواطن يطلب يشوف فيديو بجودة 720 البنية تنهار جدا جدا. يعني شفت فيديو شرح برمجة أو كورس ذكاء اصطناعي كده أنا بضر الدولة. طب حجة الإسراف إيه؟ بيقول لك الناس اللي هتصرف. طب إيه المشكلة؟ هل التعليم إسراف؟ هل صناعة المحتوى إسراف؟ هل إنك تتفرج على فيديو بجودة محترمة إسراف؟ يا عم ده حتى الصومال فيها إنترنت غير محدود، هل الشعب مصر أقل؟ طب مقارنة بالأسعار الدخل في السعودية بقى إنترنت غير محدود بحوالي 300 ريال، مرتب مواطن هناك يعني حوالي 100,000 ريال، يعني النت عندهم لا يتعدى 3% من المرتب. في مصر الإنترنت بياخد من 10 ل 15% من المرتب، يعني بندفع دم قلبنا في الخدمة بايظة أصلا. احنا مش بنطلب المستحيل، احنا مش بنطلب حاجة من كوكب المريخ، احنا بنطلب هو الطبيعي والمنطقي في اي دولة محترمة: انترنت غير محدود في مصر بسرعة محترمة بسعر يناسب دخل المواطن. وعايز اوضح نقطة مهمة: لو في مواطن بيشارك الانترنت مع العمارة الدولة تقدر تحط قوانين وغرامات، تقدر تراقب استخدام الشبكة بالماك ادرس، يعني مش ان في شخص بيخالف انك تعاقب 100 مليون مواطن. كفاية خوف. كل ما حد يطلع يتكلم كده تطلع لجان تقول لك هيقفلوا لك القناة، هيهددوك، هيهكروا تليفونك. يعني ايه؟ احنا بنطلب انترنت مش بنقلب نظام الدولة. طب مفيش حد اتسجن عشان قال لك عايز انترنت، مفيش حد اتهكر تليفونه لانه نزل بوست كده. كلها اشاعات عشان نخاف ونسكت، واللي بيقول لك بلاش تتكلم هو اللي بيحمل فساد. اللي ساكت دلوقتي هيجي عليه يوم وهيدفع اكتر وياخد اقل. صوتك اقوى من الجيجات. انا معتز ياسر ومن مكاني ده بقول لك صوتي عالي، مش هنسكت ومش هنرضى بانترنت محدود في 2025. انا كشخص يوتيوبر صانع محتوى بقالي شهور مش قادر انتج فيديوهات بشكل طبيعي بسبب الباقه. الراوتر مش بيقعد معايا اسبوع وفي الاخر يقول لك استهلاكك زياده. النت مش رفاهيه، النت بيجي جزء من حياتنا، من شغلنا، من تعليم ولادنا، ولازم نطالب بحقنا فيه. والهاشتاج الرسمي للحملة هو انترنت بلا حدود في مصر. طبعا لو باقتك بتقعد قد ايه وبتخلص ازاي، طبعا اكتب لي في الكومنتات بتدفع كام وشايف ان بتاخد قد ايه اللي بتدفعه. هل شايف انك تستحق انترنت غير محدود ولا لا؟ ولو انت من محافظة معين الخدمة عندك شكلها عامل ازاي؟ لو حصلت لك مشكلة كده مع شركات الانترنت احكي لينا. طبعا انزل دلوقتي في الكومنتات شارك رأيك وشير كده الفيديو ده في كل مكان، انشر على جروبات الفيس، على تويتر، على تليجرام، لاننا لو صوتنا عالي التكرير هيحصل. انا وانت وكل واحد بيسمعني كده هنخلي صوتنا يوصل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان الفيديو الجاي هيكون اقوى. انترنت بلا حدود في مصر، وسلام يا ابطال.